اليوم سأتحدث عن حالة مؤلمة تعرف باسم ألم العصب الثلاثي التوائم، والذي يعرف أيضا بمرض الانتحار، لأن الألم شديد لدرجة أن المريض يميل إلى أن يكون لديه ميول للانتحار. لذلك هناك خيارات علاجية مختلفة له. العلاج الأول سيكون محافظا باستخدام الأدوية الفموية. بمجرد أن يصبح ذلك غير ممكن أو لا يخف الألم، ننتقل إلى ما يعرف باسم الاستئصال بالترددات الراديوية قبل أن نلجأ إلى الجراحة. الاستئصال بالترددات الراديوية هو تقنية طفيفة التوغل للغاية، تجرى كإجراء نهاري. في ذلك نقوم بإدخال إبرة واحدة عبر جانب الفم إلى العصب الثلاثي التوائم الذي يسبب الألم، وما نقوم به هو استئصال العصب باستخدام الترددات الراديوية عند درجات حرارة عالية، مما يقلل الألم بشكل كبير. نجاح هذا العلاج مرتفع جدا، وهو تقنية طفيفة التوغل. نحن في مستشفى أبولو جايانغار نقوم بهذه التقنية بشكل روتيني.